السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وكلكم طيبين إن شاء الله، والأمة الإسلامية كلها بخير وسعادة وهنا. اللهم بلغنا رمضان. هعمل معاكم بقى النهاردة الفول عشان خاطر سحور رمضان. بصوا شكله جميل ازاي ولونه حلو وتحفة، بسم الله ما شاء الله. هبدأ الطريقة معاكم سهلة وبسيطة. أنا معايا هنا كده نص كيلو فول نقعاه من بالليل وغسلته كويس وصفيته، وتمن كيلو فول مدشوش برضو نقعاه من امبارح وغسلته كويس وصفيته، وتمن كيلو عدس اصفر اتغسل كويس. وهنا معايا معلقه صغيره بودره زعفران ومعلقه صغيره قوي كركم وليمونه كده اسمها نصين، وهنزل عليهم كده بميه مغليه من الكتل، وهولع عليه النار. هعلي عليه النار في الاول وبعد كده هوطي عليه النار خالص. بصوا شكل الفول بقى لونه حلو ازاي، لسه ما استواش ولا لسه عمل اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. هنا كده كان الفول معايا كده استوى. انا وطيت عليه بعد كده، بعد ما عليت عليه وطيت عليه خالص. هشيل بقى الليمونه اللي احنا كنا حاطينها زي ما انتوا شايفين كده. معايا بقى خطوه تانية، معايا هنا معلقتين دقيق، هحط عليهم معلقتين صلصه وهزودهم حبه ميه كده واربهم جامد قوي. وبعد كده هنزل عليه على الفول على طول، هسيبه ياخد غلوه معاه كده واسيب الفول يبرد تماما، وبعد كده هعبيه. هنا الصلصه والدقيق ده بيخلي الفول كده يتقل ويبقى شكله جميل زي ما احنا بنشتريه من الشارع بالظبط. بسم الله ما شاء الله، مش محتاجين نشتريه من الشارع تاني. يعني حتى غير رمضان ممكن نعمله احنا في البيت، هيبقى جميل وتحفة. بسم الله ما شاء الله، وطعمه بقى خيال، طعمه احلى من بتاع الشارع بكتير. فاثناء كده ما الفول بيستوي، لو حسيت ان هو محتاج مية تاني برضه هزوده مية بالكتل لحد ما اخليه كده يبقى الفول معايا مستوي خالص، لان لو زودناه مية باردة الفول هيبطأ في السوا ومش هيبقى طعمه حلو خالص، والقشرة بتاعته هتبقى ناشفة وتخينة. هنا كده انا خلصت الفول، بسم الله ما شاء الله. بصوا عامل ازاي، تحفة اللهم بارك، بالهنا والشفا. وبعد ما الفول يبرد هتعبيه في الاكياس، واعمل معايا كام كيس بسم الله ما شاء الله. يا ريت اعرف رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.